السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. اليوم غادي نحضر معكم واحد ديسير او تحليه بارده بالفلون والفواكه، جد صحيه ومغذيه واللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم غادي نحضرها بالطريقه ديالي، وقلت علاش لا اللي ما نشاركهاش مع الاخوان والاخوات اللي كيتابعوني. باش ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع المكونات اللي غادي نحتاجوا ليها وكيفيه التحضير ديالها. المكونات اللي غادي نحتاجو في الديسير او التحليه ديالنا: غادي نحتاجو الحبات ديال الكيوي، حبات ديال الفريز، حبات خوخ او شهديه، غادي نحتاج واحد التفاحه، وعندي هنايا واحد الاجاصه، غادي نحتاج واحد البنانه، وهنايا غادي ناخذ واحد القطع من السويهله. وبالنسبه لكم نتوما راه يمكن لكم ديروا اي فاكهه متوفره عندكم في البيت ديالكم، واللي ما متوفراش راه يمكن لكم تستغناو عليها. غادي نحتاج واحد لتر ديال الحليب، عندي قطع ديال البسكوي، وعندي جوج علب ديال الفلون ديال الفاني. وبالنسبه لكم نتوما على حسب الاختيار ديالكم وكل واحد والذوق ديالو، راه يمكن لكم ديروا ديال البنان حتى هو راه كتجيبيه زوينه، وديال الكراميل. غادي نقطع الفواكه ديالي وغادي نعاودو نتلاقاو باش نوريكم كيفيه التحضير ديالها. من بعد ما قطعت الفواكه اللي عندي القطع صغيره كيف كتشوفوا معايا، وقطعت البسكوي حتى هو القطع صغيره، غادي نمشيو دابا باش نحضروا الفلون ديالنا. كيف كتشوفوا عندي هنا اطرو ديال الحليب، غادي نضيف عليه جوج ساشيات ديال الفلون، وغادي نوضعهم فوق النار، وغادي نضيف عليهم السكر سنيده على حسب الذوق. ودابا غادي نبدا نحط الفواكه ديالنا في المول. كيف كتشوفوا معايا انا هنا عندي المول ديال السيليكون، وهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، وانتم والمول اللي عندكم والشكل اللي عندكم يمكن لكم ديروه. غادي نحط واحد شويه ديال الشهديه، نديرو شويه ديال السويله، غادي نضيفو شويه ديال الكيوي، نضيفو شويه الفريز، ودابا غادي نضيفو البنان والاجاص والتفاح. راني خلطتهم هنايا، ودابا غادي نوضع القطع ديال البسكويت. صراحه البنات راه كتجي غزاله، غادي تجربوها وما غاديش تندموا. من بعد ما حطينا الفواكه في المول وضعنا فوق منهم القطع ديال البسكوي، دابا غادي نصبوا فوق منهم الخليط ديال الفلون. من بعد ما حضرنا الديسير وساليناه غادي ندخلوه للثلاجه يبرد لينا لواحد المده ديال ساعتين او 3 ساعات، وغادي نعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الديسير او التحليه اللي حضرت معكم اليوم، من بعد ما زينتها بقطع من الفواكه وحبات من جوز. وانتم كيبقى لكم الاختيار، كل واحد وكيف غادي يبغي يزينها وكل واحد والطريقه ديالو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، راها منعشه وخصوصا في هذا الشهر المبارك للسحور ديالنا. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ومن البارطاج ومن التعاليق الجميله ديالكم اللي كتشجعني وكتفرحني.
وبالنسبة للناس الجداد اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة، يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا زر الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. وكنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة ديالكم ليا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.